عاجل ورد الآن. هاتك عرض تلميذة يوقف تربويون باليوسفية. تعرضت تلميذة بالتعليم الثانوي الإعدادي بمديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي في إقليم اليوسفية جهة مراكش آسفي لهتك عرضها من طرف إطار ملحق اجتماعي بمؤسسة ذاتها. وأوضح عمر أربيب عن جمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه التلميذة التي تبلغ من العمر 16 سنة تقيم بالقسم الداخلي للإعدادية الثانوية بمنطقة السيدي الشيكر بإقليم اليوسفية تم استدراجها واستغلالها جنسيا من طرف إطار كان يقوم بدور حراسة العامة ويقيم بمنزل الوظيفي يستعمل مكتب المدير دون أن يتوفر على أي قرار بذلك سوى تكليفات شفوية من طرف رئيس المؤسسة التعليمية. وأضاف أربيب في تصريح إن هذه القضية تفجرت بعد تسريبات لمحادثات بين إطار والضحية عبر تطبيق الواتساب. وللوقوف على القرار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باليوسفية ربطت اتصال بيوسف أيت حدوش المدير الإقليمي الذي أوضح إلى إدارته بصدد استثمار تقارير اللجان التي تم إفادتها إلى المؤسسة من أجل تلقي وكل المعطيات الواردة بهذه التقارير تؤكد مسؤولية المباشرة للملحق الاجتماعي وتقصير المهني الواضح للمدير المؤسسة. وأضاف أيت حدوش أن ترتيب الإجراءات يقتضي أعمال مستطرة الإعفاء ونحن في مراحل أخيرة وإصدار هذا القرار في حق الشخصين المعنيين.